السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الفايش الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. فايش الأفران السريع، سهل خالص يا جماعة وبسيط خالص، وكمان مكوناته سهلة خالص ومقاديره قليلة جدا وبسيطة خالص. هنعمله النهاردة مع بعض. هنعمل كيلو دقيق بس، طلعنا من كيلو دقيق كل الكمية اللي انت شايفاها ديت، كمان كمية اكتر من كده يا جماعة، يعني ديت كده في قد نصها تاني انا مصورتوش، انا بس صورت على قد كده مرصيت زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جماعه الفايش بتاعي طالع عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، لا اكبر حاجه كده، تحفه. انا عملته قبل كده معاكم على القناه، بس قررت ان انا اعمله تاني عشان خاطر الناس اللي قالت لي كيلو دي عليه قد ايه، مع اني كنت موضحه كل حاجه، بس يمكن الصوت ما كانش واضح شويه في الفيديو، فحبيت ان انا اصوره واعمله لكم تاني. بس المره دي غيرت طريقه التقطيع. بصوا بقى يا جماعه، طالع معايا زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه كده تحفه وجميله. شايفين عامل ازاي؟ كمان تعالوا كده نشوف واحده. بصوا بقى يا جماعة، هنكسرها كده مع بعض اهي، انا هكسرها لكم كده، شايفين مقرمش جدا؟ شايفين مستوي كويس، متحمص كويس، شايفين عامل ازاي؟ تحفة. تعالوا نشوف الفايش بتاعنا مقرمش ازاي، يلا بينا. بس عايزه اوريكم يا جماعه القرمشه بتاعته قد ايه هو مقرمش وجميل. سامعين؟ مقرمش تحفه. كوبايه شاي بلبن بقى، ونغمس كده ونسقسق، يا سلام، مفيش بعد كده. يلا بينا بقى عشان طولت عليكم اول مقدمه. تعالوا بقى نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام زي ما احنا متعودين. وهنجيب بقى معانا هنا كيلو من الدقيق. بصوا يا جماعه، كيلو دقيق، عشان الناس اللي هي تقولي حطيتي المقادير ديت على قد ايه دقيق على كده، انا بقول لكم هو كيلو دقيق. تعالوا بقى نشوف، احط الدقيق هنا ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. وبعد ما هزيت الدقيق بتاعي دوت يا جماعه، احط عليه 3 معالق من السكر. يبقى كيلو دقيق عليه رشه من الملح، معلش انا اسفه، الاول رشه من الملح وبعد كده 3 معالق من السكر. ادي معلقه، 2، 3، 3 معالق كبار من السكر. وعندي هنا باكت من الخميره الفوريه، لو عندي خميره عاديه استخدميها عادي خالص. بقى نحط الميه مع الخميره مع السكر دي لو خميره عاديه، ونسيبها على جنب مع معلقه دقيق، وبعد كده نحطها على مكونات الجف. لكن لو مش هنعملها بخميره عاديه، بخميره فوريه زي ما انا عملت كده، يبقى نحط 3 معالق من السكر على رشه ملح على معلقتين كبار خميره فوريه او باكت من الخميره الفوريه مع ظرف بيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ودلوقتي بقى حطيت المصفى ديت عشان احط عليها الكركم بودرة الزعفران. طبعا لو احنا مش عندنا بودرة الزعفران عادي خالص، ممكن نستخدم كركم بس انا بحب احط بودرة الزعفران عشان هتديني اللون الاصفر الجميل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو دوت. وكمان لو حابه تعملي بودره الزعفران بس من غير كركم خالص برضو براحتك، حابه تعملي بكركم بس براحتك، حابه تعملي الاتنين مع بعض زي ما انا عملت برضو براحتك، مفيش اي مشكله. بصي بقى، انا زودت كمان شويه بودره زعفران وشويه كركم عشان حسيت ان اللون هيكون فاتح شويه. وبعدين جبت المضرب، قلبت الخليط الجاف ده كله كده مع بعض، كل المكونات الجافه اللي انا حطيتها قلبتها كويس. وبعد كده هجيب بقى عندي كوبايه هنا من الزيت، كوبايه كامله كده من الزيت اهي، هحطها بقى على الكلام ده كله اللي انا عملته دوت. وهبدا بقى اقلب الدقيق مع الزيت كويس جدا. بصوا زي ما انا بعمل كده بالظبط. قلبي بقى الدقيق، اتاكدي ان الدقيق ما بقاش فيه دقيقه يعني غير لما يكون وصل لها الزيت، لازم يكون الدقيق كله وصله زيت يا جماعه. بصوا بقى، انا بعمل الحركه دي كده عشان اتاكد ان كل دقيق اتغلف بالزيت. هو احنا مش هنبسه زي الكحك ولا حاجه، بس يعني انا بعمل كده عشان اتاكد ان كله اتقلب مع بعض كويس. بصوا هي ما فيش يعني دقيقتين كده ان احنا بنقلب كده، يعني مش بتاخد وقت خالص. الناس اللي هتقولي هو هبيت بس هو كحك هو مش عارف ايه، لا لا لا، هو احنا مش بنبسه خالص، انا بس بعمل الخطوه ديت عشان اتاكد ان هو كله اتغلف مع بعض زي ما انت شايفه كده.
بعد كده عندي هنا كوبايه من اللبن مع كوبايه من الميه. حابه تعملي كوبايتين لبن براحتك، حابه تعملي كوبايتين ميه برضو براحتك. هيطلعوا نفس الطعم ونفس الجمال ونفس الشكل ونفس كل حاجه، بس اللبن يعني بيعزز الطعم شويه. بصوا بقى هنا اللبن مقدار الميه او عامه مقدار السوائل مش هحطه كله مره واحده. حطيت عندي هنا كوبايه ونص، وهبدا النص التاني اللي فايض احطه بالتدريج. هي طبعا هتاخد معايا كوبايتين بالظبط، بس انا حبيت ان انا احط بالتدريج عشان خاطر ان انا مش ضامنه نوع الدقيق عندي ايه. برضو انت اعملي نفس الخطوه كده زي ما انا عملت بالظبط، ما تحطيش مقدار السوائل كله مره واحده. حطي شويه شويه وانت بتعجني كده لغايه ما تاكدي ان خلاص الدقيق كله اختفى بقى عجين في ايدك، وبعد كده بقى ابدأي اعجني كويس. بصوا خلاص اخر شويه اهوت على شويه الدقيق دول، وكده خلاص الدقيق كله عندي اختفى بقى كله السوائل حصلت الدقيق. هبدأ بقى ان انا الم العجينه واعجنها كويس. اهي يا جماعه بعد ما اتعجنت شايفين العجينه عامله ازاي؟ عجينه مطاطيه عادي خالص، لينه مش ناشفه. يعني العجينه ما تكونش ناشفه، العجينه تكون لينه معايا كده شويه، يعني ما تكونش مش لينه خالص ان هي طريه خالص ومش ناشفه. شايفين عامله ازاي؟ ده كده ملمس العجينه بتاعي. هغطيها بقى هنا واسيبها كده يعني حوالي ساعه عشان الجو برد شويه، فالمفروض ان انت هسيبها ترتاح. انا هسيبها ساعه كده وبعد كده نرجع نشوف هنعمل في العجينه دي ايه. بصوا يا جماعه ديت كده بعد الساعه، طبعا انا مسبتهاش لغايه لما اختمرت، لا انا سبتها ساعه يعني ارتاحت يعني مده ساعه كده، عشان طبعا الجو برد زي ما قلتلك. لو الجو صيف هنسيبها حوالي يعني ربع ساعه بالكتير. بصوا بقى العجينه بتاعتي طريت خالص اكتر، يعني دخلت كده في الخمور، بس ما خمرتش، هي لسه كده ما خمرتش. هنقطعها بقى يا جماعه، هنقطعها كده حوالي يعني 5 كور. شايفين الكور ما تكونش صغيره قوي، يعني يكون حجمها متوسط، ولا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي. شايفين بالشكل ده. هفرد بقى الكور بتاعتي ديت، هفردها كده يا جماعه على شكل دايره او على شكل مستطيل شويه، يعني اي حاجه زي ما تطلع معاكي. طلعت معاكي مستطيل ماشي، طلعت معاكي دايره ماشي. بس طبعا كل ما طلعناها مستطيل كل ما هتديني شكل، يعني انا هعرف ان انا اشكلها. بصوا يا جماعه، بصوا على طريقه التشكيل. شايفين اهي يا جماعه لفيناها رول بالشكل دوت، كاننا بنعمل فينو بالظبط بس على كبير. ونقفلها كده بالشكل دوت، ونحاول ان احنا نفردها شويه كمان لو هي العجينه بتاعتي يعني تخينه شويه معايا. لو حسيتها ان هي كبيره، لا حسيت ان هي صغيره يبقى خلاص ما فردش تاني. هنجيب بقى عندي الصاج ودهناه زيت، وارص بقى وحدات الفايش بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا انا بفرد بايد، انت ممكن تفرديها بايدك عادي خالص. ما تستخدميش نشابه ولا اي حاجه، بس انا بفرد بالنشابه وماسكه البلانشه بالايد التانية عشان خاطر ان انا اعرف افرد. عشان طبعا لو على رخامه هتسهل عليكي خالص، بس طبعا انا عشان ما عنديش رخامه كبيره فعشان كده بفردها بايدي زي ما انتم شايفين كده. شايفين يا جماعه اهيت لغايه لما نخلص الكميه بتاعتنا كلها. نعملها زي شكل فينو كده بس يكون كبير شويه، ونحاول بقى ان احنا نقفل الرول اللي احنا عملناه دوت. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ مظبوط مفيهوش غلطه خالص. بس كده بالشكل دوت. طبعا انا عدها لكم اكتر من مره. ديت يا جماعه انا هفردها بايدي. شايفين طبعا هي لو على الرخامه زي ما قلت لكم هتبقى سهل علينا اكتر. شايفين هي مش محتاجه خالص نشابه ولا اي حاجه، اهيت بايدي عادي خالص فردتها.
طبعا هي سهله خالص، بس انا زي ما بقول لكم بفردها بالنشابه عشان بس تسهل عليا ان انا بفردها على البلانشه زي ما انتم شايفين. شايفين يا جماعه سهله خالص، اظن ما فيهوش اي تعقيد، ما فيهوش اي صعوبه خالص، مكوناته سهله، كل حاجه فيه يا جماعه والله العظيم سهله خالص، ما خدش معايا وقت، ما خدش معايا مجهود، يعني ما خدش معايا حتى مواعين ولا كركبه ولا اي حاجه خالص ولا مكونات. يعني هو كيلو دقيق وكل حاجه من شويه شويه كده من بيتك او من تلاجتك، خلاص عملت الفايش الجميل القمر. طبعا كل اللي هتشوف الطريقه السهله بتاعت النهارده ديت هتقول لما هو سهل قوي كده ليه بنشتريه من الفرن ب60 جنيه الكيلو؟ طب ما كيلو دقيق ب20 جنيه ونعمله السكر والزيت وكل الحاجات ديت في مطبخنا وبتبقى فايضه وسهله، يعني حاجات لا تذكر، يعني هي كوبايه زيت وشويه سكر وهنعمل الحاجه الجميله دي، ليه بقى نروح نشتري كيلو بتاع ب60 جنيه؟ شايفين يا جماعه؟ سهل خالص واقتصادي جدا. بصوا بقى يا جماعه، هنسيبه كده نغطيه بكيس ونسيبه لغايه لما يخمر. بصوا بقى كده هو خمر معايا، هنعرف من فين هو خمر؟ اول ما ندوس عليه كده ونلاقي صابعنا علم فيه كده يبقى هو كده خلاص خمر. بصوا بقى هو خلاص خمر ودخلته الفرن. هياخد قد ايه في الفرن او في الميكروويف؟ يعني هياخد مش اكتر من ربع ساعه، ربع ساعه، تلت ساعه، 20 دقيقه بالكتير، يعني مش هياخد اكتر من 20 دقيقه. طبعا على حسب حجمه، هو عشان حجمه صغير ما طولش معايا في الفرن. طبعا لو حجمه اكبر من كده ممكن ياخد وقت اكتر من كده، ممكن كمان يقعد لغايه نص ساعه، بس طبعا الكلام لو هو كبير. طبعا انتوا شايفينه صغير عشان كده هو ما خدش وقت معايا خالص في الفرن. بصوا بقى يا جماعه، سيبناه بقى لغايه لما يبرد خالص، يعني طلعناه وسيبناه لغايه لما يبرد خالص. انا على الاقل سبته ساعتين لغايه لما برد، وبعد كده قطعته بالشكل اللي انتوا شايفينه طبعا لو قطعناه سخن هيتفتفت معانا خالص، وكل ما سيبناه يبرد اكتر كل ما كانت نتيجه يعني ما تفتفتش اكتر. احسن حاجه ان انت تعمليه من بالليل وتسيبيه لغايه الصبح، او تعمليه الصبح وتسيبيه لغايه بالليل لغايه لما يبرد وبعد كده تقطعيه. بس طبعا انا سبته ساعتين بس ما كملتش طبعا كالعاده بتاعتي، يعني مش بستنى. ببقى مستعجله جدا، ببقى يعني مستعجله ان انا كل حاجه عايزه اعملها بسرعه كده. بقى قطعته كله وهدخله بقى الفرن كده، احمصه او ارقشه او مش عارفه بقى بتقولوها ازاي يعني هندخله ان هو يتحمص معانا. خلصي بقى الكمية بتاعتك كلها كده يا جماعة، حمصيها كلها. طلعي صاج ودخلي التاني لغاية لما تخلصي الكمية بتاعتك كلها، وبعد كده سيبيه. طبعا ما تحطوش في كيس ولا اي حاجة، لازم تسيبيه كده في الهواء ان هو يبرد براحته وينشف براحته خالص. بس طبعا عايزة اقولك على معلومة هنا، كل ما كان التقطيع بتاعك تخين كل ما كان تسيبيه في الفرن مدة اطول، تهدي عليه النار ما تخليهاش عالية. طبعا لو انت مخليه رقيق خالص عادي حطيه على اعلى درجة حرارة في الفرن، لان هياخد لون ويطلع بسرعه، هياخد بالشكل اللي انت شايفاه طبعا. لكن لو مخليان التقطيعه تخينه شويه، لا هدي النار عليه عشان يتحمص براحته ويطلع مقرمش كده، ما يطلعش ان هو معضم، يعني ممكن يطلع طري وبعد كده هينشف من الهواء وكل حاجه، بس هيكون معضم، مش هيكون ان هو مقرمش كده وطعمه حلو لما اول ما تغمزيه في الشاي بلبن. شايفين بقى يا جماعه طالع عامل ازاي؟ تحفه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تعالوا بقى نكمل بقية الكمية بتاعتنا وبعد كده هوريها لكم. خلصت بقى بقية الكمية بتاعتي كلها. طبعا انا صورته لكم، ده مش كيلو دي كله، في قد نص الكمية ديت في نصها تاني، يعني شايفين الكمية اللي قدامي ديت نصها تاني كده، كيلو دي عمله. يعني كيلو دي يعمل قد 2 كيلو من الجاهز بره ويمكن اكتر كمان. شايفين؟ طبعا الكيلو بره ب60 جنيه، احنا لو عملنا الكلام هنجيبه مش اقل من 120 جنيه. طبعا هو احنا كل اللي عملناه يعني هي كيلو دي ب20 جنيه او ب18 كمان، وكوباية زيت. طبعا السكر والملح والحاجات دي حاجات كلها كده يعني ملهاش لازمة، احنا كده كده 3 معالق سكر
دول بنحطهم في كوبايتين شاي. شايفين بقى يا جماعة؟ لو وصلت لحد هنا معايا من الفيديو، يا ريت بقى ما تنسنيش في اللايك والشير، وكمان الاشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وباي باي.